كتبدا القصه ديالنا مع الدري سميتو كايل، وهو شاب ديما كيهتم بالشكل ديالو والجسم ديالو، حيت عنده هاد الجوج هما اهم حاجه في الحياه الواحد. الا بغى يوصل مشى للمدرسه وترشح باش يكون رئيس ديال الجمعيه اللي مكلف بالبيئه. في الخطاب ديالو قال لهم باللي ما كيعرف حتى حاجه على البيئه، ولكن بالزين ديالو غادي يقدر ينجح، حيت هادو هما المعايير ديال النجاح في نظره. وهو كيهضر كانت ليندا اللي كتقرا معاه كتشوف فيه وباينه كيعجبها. شافتو الساحره كيندرا اللي يلاه دخلت للجامعه وباينه ما عجبتهاش الهضره ديالو اللي كلها تكبر وغرور. فاش كمل الخطاب ديالو خرج على برا، لقى التصاور ديالو في الكولوار مخربق عليهم شي حد بستيلو، وتما شاف الساحره كين شاده ستيلو. قالت ليه انا اللي خربقت لك فيهم، حيت هضرتك كلها على الجمال المظهر، ولكن راك غلط وماشي الجمال الخارجي هو المهم في الحياه. تما كايل شاف ليندا وحسب له كتعرف هاد الساحره هادي، فمشى عندها. قرب حدا ليندا باش يتعرف عليها، فقالت ليه باللي كتعرفوا هادي 3 سنين ديال القرايه، ولكن هو اللي عمره ما داها فيها. مشى للدار وجابه اللي سميتو جون. حاول يهضر مع كايل على النهار ديالو في الجامعه كيفاش داز، ولكن باه ما كانش كيسمع ليه حيت كان مدوز لابيل. وقبل ما يمشي قال له اهم حاجه من هادشي كامل هو تحافظ على الجمال ديالك، حيت هو السر باش تنجح هنايا. وجات الخدامه ديال الدار زولا، وعرف منها باللي كانت في السفاره كتطلع الفيزا لراجلها وولادها باش يجيو عندها، حيت توحشوا بعضياتهم. في النهار الثاني مشى كايل للمدرسه وعرف باللي هو اللي نجح في الترشيح، وهو فرح بزاف ومشى لعند كين اللي هي الساحره باش يعرض عليها الحفله اللي غادي يدير بالليل احتفالا بالنجاح ديالو. وهادشي ماشي حبا فيها، ولكن غير بغى ينتقم منها على داكشي اللي دارت له في تصاوره. كين فهمت فاش كيفكر وقالت ليه صافي غادي نجي، ولكن المكلخ هو اللي كيحاول يلعب مع الساحره. كاين مشى للحفله بغى يعطي للصديقه ديالو ورده، ولكن هي ما بغاتهاش حيت كانت بغات الاوركيد. هو شاف ليندا كتفرق في المشروبات فمشى عندها وسولها، وهي قالت ليه كتخدم وكتقرا حيت باغا تمشي لواحد الرحله. هو عطاها الورده وعيط على المصور يصورهم بجوج. وهنا جات الساحره كين كيف ما قالت ليه، قرب حداها وبدا كيستفزها قدام كلشي وقال لها تيقتي راسك غادي تكوني وحده من صحابي. قربت حداه وقالت ليه انا جيت غير باش نعطيك فرصه اخرى تنزل من التكبر ديالك، ولكن ضيعتيها. تما شافت ليه في عينيه مباشره ورمات عليه تعويضه. هو ما وقع ليه والو في ديك الساعه، ولكن بقات حاضيه الحفله كلها وهو كيرقص تما. حس بشويه ديال الحرق في الراس وخرج من الحفله. وهنا تلاقى بكين اللي بانت ليه بالشكل ديالها الحقيقي وكانت زوينه بزاف ماشي بحال كيف كتبان للناس. قالت ليه غادي نعاقبك على داكشي اللي كدير، والحل الوحيد باش تحيد هاد اللعنه ديالي هي تلقى البنت اللي تبغيك ديال بصح. وقالت ليه عندك مده ديال عام، الا ما لقيتيش هذه اللي تبغيك ديال بصح فغادي تبقى فيك اللعنه حياتك كامله. ومنين شاف راسو في الزاج تحول من كايل زوين واللي عاجبو راسو لواحد خايب ما عندوش الشعر وجهه كامل وشام. جاي يهضر معاها فلقاها غبرات، فمشى للدار وهو خايف ومحسب وبقى جالس في الظلام حتى جابه واللي تصدم حتى هو من المنظر اللي ولا فيه ديك الساعه. فخداه لعند الطبيب ديال التجميل اللي لقى ليه شي حل، ولكن الطبيب ما بغاش يدير ليه شي حاجه حيت الحاله ديالو معقده، والا دخل شي عمليه غادي يكون في خطر ويقدر يموت كاع. جون قال ليه غير دير ليه العمليه شنو ما كان الثمن. كايل تعصب بزاف منه حيت كاع ما فكر في حياته وناض خرج بحاله. من بعد با خداه لواحد البرطمه اخرى بعيده على الدار باش يبقى فيها مخبي حتى يلقاو ليه شي حل، وجاب ليه زوله باش تقابل الدار. وقبل ما يمشي عنقو وهو خايف بحال لا يعاف منه. من موراها دوز كايل 3 شهور وهو سد عليه، ما كيخرج ما كيدرج وكيدوز وقته كامل غير في الرياضه والقرايه والانترنت. تما صيفط ليه باه الاستاذ بوب باش يشرح ليه الدروس اللي فاتوه، وفاش جا ما بغاش يفتح ليه الباب حتى عرف باللي الاستاذ عمى وما كيشوفش. غير دخل للدار قال ليه غادي تسكن معايا هنا، والفلوس اللي غادي يعطيك با غادي ناخذهم حيت من نهار جابوا لهنا ما طلع عليه. جات عنده زوله ولقاتو كيتفرج في باه اللي خدام مذيع مشهور في البلاد. قالت ليه باللي خلات ولادها وراجلها بوحدهم غير باش توفر ليهم باش يعيشوا، ودابا كتحاول تطلع عليهم الفيزا باش يدخلوا لعندها. وهادشي كيعني انها ما تخليتش عليهم وديما كتفكر فيهم وباغا ليهم الخير. وهادشي شرحته ليه باش تعطيه امل في باه اللي ممكن يكون غير مشغول مع الخدمه وما غاديش يكون نساه. ولكن كايل مقتنع باللي باه تخلى عليه ونساه حيت ما بقاش زوين. وغير طاح الليل هز الموطور وخرج كيقلب على كين الساحره. وفعلا مشى للحفله التنكريه اللي فيها صحابو ديال الجامعه ولقاها تما كتشطح. طلب منها السماحه وقال لها صافي راني تعلمت الدرس غير حيدي عليا هادشي، راه دوزت 3 شهور ديال العذاب برك عليا. هي قالت ليه مازال ما تعلمتي والو ودابا بقات لك غير 7 شهور باش تلقى الحب الحقيقي اللي غادي يعتقك من هادشي. هنا فكر في ان الامل الوحيد اللي يقدر يفكر فيه. ملي مشى كيقلب عليها لقاها جالسه مع صاحبو كتهضر عليه بالخايب. هو تعصب بزاف وما عجبوش الحال وخرج للبالكون. وتما لقى ليندا واللي ما عرفتوش هو شكون، وبشكل عفوي قالت ليه هذيك ان اللي كانت كتهضر على كايل بالخايب كيبقى هو احسن منها بزاف.
كايل سمع هادشي فرح بزاف ومن موراها مشى للدار. في النهار الثاني فاق على صوت الاستاذ بوب اللي كان كيلعب اللعبه ديال الاسهم وتصدم فاش لقاه كيعرف يتيري مزيان واخا عمى. هو قال ليه بلي هاد العمى خلى السمع ديالو والتركيز ديالو يزيدوا يقواو وهادشي خلاه كاع ما يستسلم ويزيد يعيش. كايل فهم الرساله من هادشي اللي قال ليه فطلع للبيت ديالو وخرج التصويره ديالو مع ليندا اللي لاحظ فيها انها بنت زوينه بزاف غير بالبساطه ديالها. من بعد مشى فين ساكنه وبقى كيشوف فيها من السجم ديال بيتها وبقى على داك الحال كل نهار كيجي يحضيها. في واحد النهار شافها خارجه كتقدى خدات شيبس وبقات غدا كتاكل فيها وهي فرحانه بحال شي بنيته صغيره. هو ضحك مع الضحكه ديالها وكان باين ولا معجب بها. اما علاقته مع زولا وبوب فبدات كتقوى ولاو مجموعين كيجلسوا ياكلوا بحال شي عائله. وواحد النهار مشى يشوف ليندا كيف ديما تبعها وهي غاده في الطريق حتى وصلت على باها في واحد الزنقه. كانوا واقفين عليه جوج ديال الخوت كيهدوه بالسلاح حيت كان كيسالوه الفلوس. هنا جا كايل وضربوه طيحوا في الارض. كايل هز ليندا وداها لواحد الباب ديال العماره قريبه من تما. من بعد رجع عند باها اللي لقاه هز سلاح وقتل واحد فيهم وبالضبط هذاك اللي ضرب ليندا. خوه اللي مازال حي قال ليه ما غاديش ننساها ليك وغادي نقتل لك بنتك كيف ما قتلتي ليا خويا. كايل قال باها باش يخلي عنده ليندا باش ما يوصل ليها حتى واحد وباها وافق باش يعطيها ليه. قبل ما يجي شي حد كايل قال لزولا باللي سمى راسو هانتر باش ليندا كاع ما تعرفو وشويه جاب باها وجابها معاه. باها قال ليها باللي غادي تبقاي هاد المده عند ولد صاحبي حتى تهدل الامور ولكن ليندا كانت معصبه بزاف منه حيت خلاها تخلى على حياتها وقرايتها وكل شيء ودابا جايبها عند واحد ما كتعرفوش وما يرجعش يسول فيها. باها خرج من تما وهو حزين بزاف. عطاوها بيت في الدار وهي دخلت ليه وسدت عليها ولكن كايل لبس القناع في وجهه ومشى كيدق عليها باش يعطيها الفطور ولكن هي ما فتحتش ليه. ومن بعد خدا ليها كادو وحطوا ليها فاش فتحاتو لقاتو ساك ماركه فلاحتو ودخلات. عاوتاني حط ليها حلقات غاليين بزاف ولكن كيف العاده حتى هما رماتهم ودخلت سدت الباب. كايل تعصب بزاف حيت ما عرفش باش يراضيها ومشى عند زولا وقالها ليها فقالت لي هاد البنت هادي ما غاديش تقدر تشريها بفلوسك كيف موالف من الاحسن تجيب ليها شي حاجه اللي كتعجبها. وفعلا جاب ليها بواطه عامره بالشكلاط والحلويات وحطها ليها وقبل ما يمشي فتحت الباب وهي تسولو علاش حابسينها هنايا فقال ليها انت هنايا حيت باك خايف عليك وبغاكي تكوني في امان. هي تيقاتو وحست بالذنب على داكشي اللي قالت لباها فخدات داكشي اللي حط ليها وشكراتو. كايل هبط فرحان عند زولا حيت داكشي اللي قالت ليه هو اللي صدق. مشى لبيتو بدا كيكتب ليها الرسائل اللي غادي يكونوا فيهم اعترافات ديالو. في النهار الثاني كنشوفو كايل في السطاح كيقرا الكتوبه على النباتات باش يقدر يبني ليها الدار ديال الزاج. امور مساله هبط للصاله تما دخلت عليه ليندا وبغات تجلس تهضر معاه ولكن هو كاع ما بغى حيت ما كانش لابس القناع ديالو وهي مازال ما شافت الشكل ديالو الحقيقي. هي كاع ما داتها شنو قال ليها وبقات كتهضر على امها فقال ليها الا بغيتي راه كاين بابا يراجع معاك اي حاجه دازتك في القرايه. وبقاو هكا كيهضروا ويضحكوا وهو عطيها بالظهر. منين بغات تمشي قرر يوريها الحقيقه ديالو وفعلا حيد القب وشافت وجهه واخا شافته ما دارت حتى ردة فعل خايبه وقالت ليه باللي شافت مكفيت من هادشي وموراها مشات. هو فرح بزاف حيت كاع ما خافت منه وطلع لبيتو يكمل الاعترافات ديالو ليها ومشى عند زولا وسولها شنو يقدر يدير مازال ليها فقالت ليه خاصك تكون غير ظريف وتتعامل معاها زوين. هو فهم القصد ديالها ومشى عند ليندا وخداها البيت ديال النباتات اللي صوب في السطح على حسابها وطلعوا عندهم حتى بوب وزولا باش يسمعوا القصيده الشعريه اللي بغى يقول ليها. هز الورقه وبقى كيقراها عليها وهي عجبتها بزاف. وهنا شاف اول ورده خرجت ليه في الشجره اللي في يديه فمشى عند كاين الساحره وطلب منها تزيد واحد شويه ديال الوقت حيت باغي يدير بزاف ديال الحوايج للناس اللي اضطروا انهم يعيشوا معاه ويتقبلوا شكله. فقالت ليه غير نجح في داكشي اللي طلبت منك ومن بعد غادي نتعامل مع هذوك الناس ونعاونهم في داكشي اللي بغاو. وتمنات ليه النجاح في المهمه ديالو ومشات بحالها. ومشى للدار لقى ليندا كتفرج على تصاورهم بجوج من داك الحفله وقالت ليه هذا هو الدري اللي كنت معجبه به واللي كان كيبان لكلشي متكبر ولكن هي شات فيه شي حوايج زوينين. من بعد خرجوا بجوج في الليل يتمشاو فداها الحديقه ديال الحيوانات لقاوها مسدوده فنقزوا ليها باش يدخلوا. كايل قال ليها فاش كان صغير جابوا باه لهنا وخدا ليه بزاف ديال الحلويات وخلاه يلعب وفي الثاني قال له باللي مو ماتت وحزنوا بزاف عليها هنايا ومن تما ما عمرو جاب شي واحد لهنا من غيرها هي دابا. من بعد رجعوا للدار وبقاو كيتفرجوا على شروق الشمس حتى داها النعاس على رجليه فهزها وداها لبيتها وبقى حاضيها وهنا تاكد من حبه ليها. غد ليه اقترح ليه بابو زولا باش ياخذ ليندا ويمشي للدار اللي حدا البحيره. عجباتو الفكره وقالها ليندا باش يمشيو هي وافقات ومشاو. وهما في الطريق شاف الورد اللي في يديه واللي قرب يكمل حيت العام عليه يسالي. اما ليندا فجاها ميساج من باها فقال لها باللي هذاك اللي كان كيقلب عليها راه تشد في الحبس ودابا راها في امان تقدر ترجع للدار ولكن هي كاع ما بغات ترجع ومسحات الميساج من التليفون ديالها باش ما يشوفوش كايل. وصلوا للدار وتفاجات فاش لقات الدار قصر وعجبها الحال بزاف. من بعد بقاو كيتمشاو حدا البحيره في الليل جاها تليفون من باها اللي مريض
ودابا كاين في السبيطار. كاين خداها هذيك الساعه المحطه ديال التران. قبل ما تمشي عطاها الرسائل اللي كان كيكتب ليها، ومنين بغات تركب شكراتو بزاف وقالت ليه انت احسن صديق في حياتي. هو تقلق بزاف حيت كان حاسبها معجبه به، ماشي غير صديق وصافي. منين تحرك التران قرات الرسائل وعرفت باللي كيبغيها، وحاولت تعيط ليه ولكن هو ما بغاش يجاوبها. منين دخل عند بابا زولا قالوا ليه باللي ليندا هضرت معاهم وبغات تهضر معاه قبل ما تسافر. كان مشى كيجري للجامعه قبل ما تمشي، غير دخل كلشي بقى كيشوف فيه ولكن هو ما داهاش في الشكل ديالو اللي كيخلع. وصل عليها وقال لها ما قدرش يعترف ليها من قبل حيت خاف ما تبغيش على الشكل ديالو. قربت حداه وحطت يديها على وجهه وقالت ليه باللي هو ماشي وحش وعنقاتو. وهنا بانت اخر ورده في الشجره وصافي فقد الامل وتقبل الحقيقه باللي غادي يبقى هكا حياته كلها. منين بغات تمشي قالت ليه باللي حتى هي كتبغيه، ومنين مشات شاف الزاج ولقى الشكل ديالو رجع كيف كان. اما ليندا فرجعت من طريقها للجامعه باش تقلب على هانتر حيت بغات تبقى معاه. وهي راجعت لاقت بكاين الحقيقي اللي كتعرفو من الجامعه، ما داتهاش فيه وبقات كتقلب على هانتر. وفي الطريق هو تابعها وعاود ليها على القصه ديال الشاب اللي ترمت عليه اللعنه. ليندا وقفات وقالت ليه هاد القصه راه كلشي عارفه، علاش كتعاودها ليا؟ وخرجت التليفون ديالها باش تصوني على هانتر. وهنا تصدمات فاش صونا التليفون ديال كاين اللي واقف حداها وعرفاتو باللي هو نيت هانتر اللي رجعت تقلب عليه. وفرحت بزاف وقبلات به. اما كاين وفات بالوعود ديالها وقدرت ترجع تشوف عند بوب، وخرجت الفيزا لولاد زولا وراجلها باش يجيو لعندها. ودابا راها في الطريق عند كايل باش تذوقوا داكشي اللي ضاق منه ولده. وهنا تسالات القصه ديالنا. كنتمنى الملخص يكون عجبكم وما تنسوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد، نتوما الاولين. وكنبغي نشكر الناس اللي وصلوا حتى لهنا، وكنقول لكم كنبغيكم بزاف بزاف، وكنتمنى تتفاعلوا معايا حيت بلا بكم انا كاع ما كاينه. تشاو باي باي.